لا تزال الآلة الدعائية الممنهجة والكاذبة للإعلام الجزائري متواصلة، بث للأكاذيب ونشر للإشاعات ونقل لوقائع وأحداث مزعومة لا وجود لها أصلا. مهزلة أخرى من مهازل إعلام يدعي المهنية يتوقف عند زلاتها الكثيرة. تقرير محمد رضا العبيدي وجهاد ليبري. جائزة أوسكار لأفضل فيلم عن سنة 2021 في صنف الخيال العلمي تعود إلى الفيلم الجزائري المحبس، 48 ساعة في قلب المعركة الخفية. إبداع متفرد جديد يخطف الأضواء تأليفا تصويرا توضيبا وإخراجا، لم تقوى على مجاراته أعتى المدارس السينمائية عبر العالم. إبداع كانت التلفزة الجزائرية حاضنته، وتفرده يكمن في نقاط عديدة. أولها سيناريو التزم الكذب والمعلومات المغلوطة من البداية وحتى النهاية، وهو أمر محمود في سينما الخيال العلمي، وهذا غيض من فيض. أما الرباط ستستعين بجيشها لفتح المعبر بالقوة. والحقيقة القوات المسلحة الملكية باشرت في 13 من نوفمبر السنة الماضية عملية استعادة حرية التنقل بمعبر الجرجارات بشكل سلمي ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين. ولك أن تسأل بعثة المينورسو التي وثقت كل صغيرة وكبيرة في هذه العملية. الأزمة خارقا الاتفاق العسكري رقم 1 واتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ العام 91. والحقيقة أن شرذمة البوليساريو عمدت إلى إغلاق معبر الجرجارات، بل وعاثت فسادا فيه. ولك أن تسأل مئات من مهنيي النقل الدولي للبضائع والسلع من جنسيات مختلفة، تفاديا لإدانة دولية بعدما وضعت المملكة اتفاق وقف إطلاق النار على المحك. والحقيقة دول تلو الأخرى سارعت إلى التعبير عن دعمها وتأييدها للمغرب. ولك أن تفتح التلفزيون لتتعرف على حقيقة الأمر، لكن طبعا ليس التلفزيون الجزائري، فحتما لن تجد فيه ضالتك. لائحة الأكاذيب التي صنعت تفرد هذا العمل المستوحى من الخيال طويلة، لكننا نتوقف قليلا أمام جمالية الصورة، نتأملها وإياكم بتمعن كبير. قصف في حرب اليمن يعود لأكثر من 3 سنوات تحول بقدرة قادر إلى اشتباكات بين أبطالنا البواسل ومرتزقة البوليساريو، ولك أن تعاين. ولتكتمل أساسيات مشهد الكذب والتدليس، لا بأس من اتهامات تلقى جزافا. الدور هذه المرة على الإعلام المغربي الذي أكد كاتب السيناريو أنه يشن حربا على كل وسيلة إعلامية تحاول كسر ما سماه بالتعتيم. الكل يفيد الجمع، وما نعرفه وندركه أن التلفزة الجزائرية وحدها من تحمل مشعل الدفاع عن وهم لغاية لم تعد مراميها تخفى على أحد. نجاح هذا العمل السينمائي لا يمكن أن تكتمل أركانه دون شخوص اقتحموا للتو مجال التمثيل، فها هو القائد بحنكته ينتظر إشارة المصور ليعطي الأمر بإطلاق النار. وها هو الصحفي الجهبذ في ساحة الوغى يجد وقتا لتوثيق اللحظة، وها هم المرتزقة في ملابسهم الأنيقة يتحدثون عن دمار كبير لحق بالقوات المسلحة الملكية. وثقته هذه المرة كاميرا الهاتف، فلعل كاميرا التصوير أصابها عطل ما. إبداع رافقته موسيقى تصويرية حزينة أثرت على وجداننا جميعا. إبداع لا حدود له أجمل ما فيه. أما نحن فسنغادر المكان في الحين، لأنه حسب المعلومات فإن المغرب سيقوم بالقصف عشوائي بعد لحظات. صحفي مستبصر يعرف أين ومتى ستضرب القوات المسلحة الملكية، وهل ستصيب الهدف أم أن قصفها عشوائي.
لكن الواجب المهني يقتضي منا إحقاقا للحق أن نشيد بهذا الصحفي وإن تكالبت زلاته على لغة الضاد، فقد أثبت أنه من أشد متتبعي القناة الأولى. كيف ذلك؟ صور كثيرة اختفت في هذا البرنامج بعدما أثبتت الروبورتاج الذي بث آنفا في التلفزة الجزائرية. الكاميرا التي كانت مشتعلة في الروبورتاج في عز تبادل القصف أطفئت بعدما أشرنا إلى الأمر. الساعة الآن تشير إلى حوالي 10 ليلة والقصف في كل الاتجاهات. أما الخوذة والواقي من الرصاص اللذين يعدان من بديهيات العمل الصحفي في الحروب، فقد وجد هذا الصحفي تفسيرا جهنميا لغيابهما. ظروف الحرب وشروطها الأمنية الوقائية فرضت علينا في إطار نقل حقيقة ما يجري في المنطقة أن نتعامل مع الوضع بكل عفوية وسرعة، حتى وإن كلفنا ذلك الاستغناء عن الخوذة والسترة الواقية. وفي عز الحرب الخفية في المحبس، وفد أمريكي يزور الأقاليم الجنوبية ومقر القنصلية العامة الأمريكية المرتقبة بالداخل، ويعطي انطلاقة مشاريع اقتصادية بالمنطقة. وفي عز الحرب الخفية في المحبس يخرج المواطنون للتبضع في أمن وأمان، ويتفكهون على حرب افتراضية لم يصلهم منها سوى ترهات يرددها التلفزيون الجزائري. كيقولوا راه المحبس فيه الضرب، ما فيه حتى شي ضرب. أنصدق هذا أم ذاك؟ هنا تكمن عبقرية مبدع هذا العمل السينمائي. ننتظر الجزء الثالث بفارغ الصبر.